السلام عليكم، كيف الحال؟ الرعب هو حالة نفسية، مثل ما الخوف حالة نفسية والقلق حالة نفسية. الرعب هو حالة نفسية تصيبنا كلنا، ولكن بهذا المقطع بوريكم فيديوهات مرعبة شوية، مو كثير، وبنعلق عليها. بوريكم المقطع الأول. مثل ما وريتكم ذا المقطع لاثنين من هاويين الرياضات الخطيرة، ولكن في لحظة من اللحظات وكأنهم بيوقعوا أو شيء من هذا القبيل. مثل ما وريتكم في لحظة من اللحظات كانوا بيوقعوا فعلا، ولكن رجعوا وتوازنوا. ونروح ووريكم المقطع الثاني. كلنا عندنا فوبيات وأشياء نخاف منها، بس في نفس الوقت يكون في أشخاص يحبوا المخاطرة ويحبوا هذه الأشياء، ولكن نحن نكرهها. واليوم بوريكم ذا المقطع لشخص يحب المخاطرة بنفسه فعلا. بالتأكيد هدف ذا الشخص واضح، بأنه يوصل لآخر هذه اللي يحاول يتسلقها، ولكن السؤال، هل بيوصل للشيء اللي يبغاه؟ وصل فعلا، واي شخص عنده عزيمة واصرار بامكانه يوصل للشيء اللي يبغاه، ولكن ابغى اوريكم المسافة اللي تحته بس. ونروح على المقطع اللي بعده. ذا المقطع اللي تجربة علمية او شيء من هذا القبيل مع القروش والاسماك، بوريكم ونرجع نعلق عليه. ما أعرف وش هو اللي صار له بالضبط، ولكن هذا الشيء أكيد ناتج عن تجربة علمية أو شيء من هذا القبيل. ولكن وصلنا لنهاية المقطع، أتمنى المحتوى ينال إعجابك، والسلام عليكم.